النهارده انا جاي اقول لك الموضوع بقى صعب قوي، الموضوع بقى فعلا ممل. النهارده لما اسعار اس واي ام تضرب بالارقام اللي انا سامعها دي حاجه مش كويسه خالص. بس في نفس التوقيت على العهد القديم، بمعنى ان انت ممكن تشتري حاجه كسر زيرو احسن شويه من ان انا اشتريها جديد. السكوتر اللي معايا ده كسر زيرو، سكوتر اس تي 200 سي سي من شركه اس واي ام. فعلا سكوتر نضيف قوي، كان انت هتشتري حاجه يوزد مش اول رجل عليها. لو انت مهتم بالاس تي 200 سي سي موديل 2022 تابع معايا لاخر ريفيو. لو عايز تعرف ثمنه تابع معايا لاخر ريفيو. يلا نشوف ايه قصه الاس تي 200 سي سي موديل 2022 من شركه اس واي ام. يلا بينا. فرامل امامي وخلفي باكم، اضاءه دي هنا في رنجين اشارات في الصدر الامامي كده زي ما انتم شايفين. بالنسبه للفرده الاماميه 110 70 16، برده الفرده الخلفيه 110 70 16، جنوط امامي وخلفي 16. فرامل زي ما قلنا امامي وخلفي باكم، 2 مساعد خلفي، سكوتر 200 سي سي زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلنا الفرده الاماميه 110 70 16 تمام. الفرامل باكم تمام. شكل الطنبوره كده زي ما انتم شايفين. الصدر الامامي اشارات يمين وشمال بالرنجين زي ما انتم شايفينهم. اللوجو بتاع اس واي ام. طبعا اس واي ام بصراحه بقت مستفزه جدا في الاسعار اللي هي منزلينها. حتى الجيت اكس انا لسه كنت مطلع فيديو عليه ب 71400. الموضوع بقى بصراحه بجد بوخ قوي قوي قوي. فانا مش مع ان انا اشتري النهارده اس واي ام جديد خالص. الاضاءه الاماميه اضاءه عاديه مش ال اي دي، عاملين الكربون كده في الجنب. هنا السكوتر هو جايب له العتبه بتاعته، هو واخد حكه كده من هنا بس حاجات خفيفه يعني مفيش كسر ولا اي حاجه تمام. هنا شكل الاكزوست كده واحد فتحه زي ما انتم شايفين. جنب بتاعه تمام سيمفوني اس تي. هنا معرفش بقى هو كان حاطط مسترك عليه ايه قرانيه. انا كل ده بحاول اوري لكم اللي عايز يشتري كسر زيرو الحاله المفروض تبقى عامله ازاي. كل الكلام ده عادي يعني مش حاجه مهمه قوي. نيجي نفتح كده شكل التابلو. لو هنا عامل يو اس بي مودم كده زي ما انتم شايفين عشان لو حابب تشحن موبايلك. الناحيه الثانيه برده في علبه كده لو عايز تركب اي حاجه مختلفه ثانيه. مكان اللي بركب فيه الهلمت او الخوذه بتاعتك تمام. شكرا كده. هتلاقي هنا مكتوب 200 اي. عايزين بقى نشوف شكل الكرسي. هنا مكان ياخد هلمت، في زرار فصل تمام تفصل بيه كهربة السكوتر، وحتى العدة تمام. وهنا الغطا بتاع البنزين. نيجي نقفل كده تمام. عامل ظهر تمام، ده طبعا تعديل ما بيجيش مع السكوتر تمام. نيجي نبص الجهه الخلفيه. مركز الخلفي مكان النمر، ريفلكشن نور بينزل على النمر من الجهه دي. في ريفلكشن برضو هنا، ريفلكشن الناحيه دي. طبعا السكوتر زي ما قلنا 2 مساعد اهو، مساعد الناحيه الثانيه. وزي ما اتفقنا الفرده الخلفيه 110 70 16، نفس الفرده اللي قدام، نفس المقاسات، نفس كل حاجه. يد الفرامل خلفيه، يد الفرامل الاماميه، مقبض. هنا نور التابلو، النور الواطي، زرار المارش. هنا نور عالي نور واطي، زرار فتح كرسي. هتلاقوا مكتوب هنا حتى ايه سيت اوبن. اشارات شمال يمين في النص تفصل تمام. زرار الكلاكس. نيجي نفتح بقى نشوف السكوتر ماشي قد ايه. 13499 يعني افريج قول 13 ونص. العداد ديجيتال مع الانالوج ده، يعني هو ميكس كده بسيط لطيف حلو. العداد بيبين لك كل حاجه، البنزين، الساعه، الكيلومترات، كل حاجه ظاهره عندك حتى البنزين. يعني عايزين نسمع صوت السكوتر. بصوا ده كده النور بتاع العداد، وده شكل الاضاءه الاماميه تمام. بس ده النور التابلو، ده كده النور الواطي، كده النور العالي تمام. تعالوا نبصوا شكل الاضاءه الخلفيه زي ما انتم شايفين. ده كده شكل الاضاءه الخلفيه تمام. ده كده صوت السكوتر، بصوا اسمعوا. سامعين الصوت تمام. صوته هادي وناعم. صوته ناعم ما شاء الله. فكره ان انا اعمل فيديو على السكوتر اللي زي ده ان انا بنوه عن الكسر الزيرو، لان بصراحه شركه اس واي ام رفعت قوي 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 اسعار بصراحه. يعني احنا النهارده كنا بنجيب الموتوسيكل او بنجيب السكوتر عشان يبقى رحيم بينا عشان مصاريف العربيه بيت تاني. فالنهارده لما انا الاقي الجيت اكس وصل 71400 وهنا وصل حوالي 55 500، لا كتير قوي. لكن انا لما اجيب حاجه كسر زيرو
ب 39. يعني بشم نفسي. لكن ان انا اروح اشتري جديد انا ضد بصراحه. خلاص يعني اس واي ام بصراحه كده باللي هي عملته ده هي هتخلي المستخدم يبعد عنها تماما، لان ارقام بصراحه فلكيه غير قابله ان الواحد يقبلها. لان النهارده طالما هو قال لي النهارده لو ده ب 55500 او الجيت اكس 71400 الفبر بتاعه النهارده وصل كام عشان انا اجيبه؟ انا كده اروح اجيب لي عربيه اكرم لي. انا بصراحه بقول لكم وجهه نظري، طبعا في الاول والاخر كل واحد حر في اللي هو يعمله. اتمنى ان انا اكون بفيدكم حتى ولو 1%. اما بالنسبه لثمن السكوتر، ثمن السكوتر عامل 39000 موجود في معرض اي رايد، والمعرض هنا بيسبورت عادي، بيدعم القسط حتى على الاستعمال، مفيش مشكله، تقدر تقسط بصوره بطاقه وصوره بطاقه ضامن والموضوع منتهي وهتستلم على طول. الفرق اللي انا بتكلم فيه ان انت النهارده السكوتر ده هو عامل جديد ب 55000، فانت النهارده اولى بفرق الفلوس ده. على فكره السكوتر ده بجوابه، يعني انت لو ليك نصيب فيه او في اي حاجه مشابهه ليه هيبقى الجواب طالع باسمك انت، يبقى انت هترخص باسمك، يبقى انت اول توكيل اول مالك، ودي حاجه طبعا كويسه مش حاجه وحشه.